الجزء الثاني من تعديلات هوجن زد 250. طيب الجزء ده انا هتكلم فيه عن التعديلات اللي ما قلتهاش طبعا في الاجزاء اللي فاتت، ولكن التعديلات اللي هتبقى في الجزء ده هتبقى غالية نوعا ما عن التعديلات اللي قبلها. اول التعديلات اللي ممكن اعملها بصراحة لو انا هصرف على الموتوسيكل، هي اول حاجة هغير المساعدين الامامية. هجيب مساعدين اللي هي المقلوبة بتاعة الفي 250 ماكس او التي اكس. المساعدين دي هتركب عادي، بس في مشكلة ان هو لما تيجي تغيرها هتغير معاها الجنط، وهتغير المساعدين بالقبق اللي فوق بالقبق اللي تحت. تمام، ولازم حد كويس يكون بيعرف يعدل ويغير لك الكلام ده. تاني تعديلة بقى والناس قالت لي عليها كتير هي الالكتروني التعديل. طبعا انا مش من هواة الالكتروني التعديل، او مش بنصح اي حد يركب الالكتروني التعديل الا لحالة واحدة، ان هو طبعا بيزود الكهرباء بتاعة البوجيه شوية، فبيدي لك اداء احسن. لو انت مثلا بتحط بنزين عالي 95 وبتحط ايثانول بقى والكلام ده، فلا هتلاقي اداء الموتوسيكل اختلف. ولكن عشان تبقوا فاهمين، الالكترون التعديل والبنزين العالي زياده عن اللازم، يعني مثلا حطيت بنزين مع ايثانول مع كلام من ده، فالموتوسيكل مش مؤهل لكده. مش زي الموتوسيكلات مثلا الياباني اللي بتحط لها او كلام من ده، الموتوسيكلات العاليه، الموتوسيكلات من فوق ال 600 سي سي، فده ممكن يضر الموتوسيكل بتاعك عشان تبقوا عارفين. ولكن هتلاقي الموتوسيكل اداؤه اختلف خالص، وهتطلع من اي حد بصراحه. التعديله بقى وهي الاسكنات او السكن اللي الشباب كلها بتعمله طبعا. دي طبعا لو معاك فلوس تقدر تعملها، ولكن عشان تبقوا عارفين، انا كاحمد بصراحه عاجبني شكل الزد 250 جامد بالاستيكرات بتاعته الاصليه. بس لو انت عايز تبقى مميز شويه، حاول ان انت ما تحطش سكن مثلا يبقى عامل زي فرح العمده من الاخر. حط سكن رايق. لو مثلا الموتوسيكل بتاعك لونه اسود، حط سكن مثلا اسود في احمر، اسود في ابيض، حاجات يبقى شكلها خفيف وشكلها رايق. طبعا الاشكال برضو الكربون، يعني انت مثلا ممكن تعمل اي حاجه، غطا الجنزير كلام من ده، ممكن تعملها طباعة مائية، ممكن تعمل الجنوط. دي بصراحة هتنقل الموتوسيكل نقلة حلوة. ممكن تحط الاستيكرات برضو اللي على الجنوط بتبقى حلوة. ففي تعديلات كتير جدا، وهي طبعا كل واحد بيختلف ذوقه عن التاني. ولكن مش عايزين نصرف في الفاضي. اهم حاجة يا شباب ان هو ما تروحش تصرف فلوسك في الفاضي وتعمل حاجات تضر بموتوسيكلك وبتصرف فلوس، وكل الموضوع ده هيبقى حرام اصلا، لان انت بتصرف فلوس بتضر موتوسيكلك. يعني الموضوع مش هتستفيد بيه قوي، انت فاهم. فحاول لو انت هتصرف اصرف صح. وبس كده. لو عجبكم بقى المحتوى بتاعي، طبعا ما تنساش اللايك والفولو، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.